بيحط اللون على رجل مراته وهي نايمه عشان بيكون شاكك فيه وعايز يعرف هي بتروح فين. وبعد ما بيخلص بيروح ينام جنبها. وبعد شويه البنت بتجيلها رساله من حبيبها وبيقول انا تحت. والبنت لما تحس ان جوزها نايم بتروح له. ولما بتمشي اثار رجليها بيكون معلم على الارض. والولد بيقوم وبيمشي على البصمات اللي على الارض. وبيتقابلوا كل يوم في الجراج. والولد بيكون مستغرب لان ده بيكون اخر مكان ممكن يدور فيه. وهو رايح يدخل بوقع الفاز على الارض وبيتضايق. والبنت بتقول له اهرب بسرعه. وجوزها بيدخل وبيروح يدور على الولد ومش بيلاقيه. والبنت بتمثل وبتغمض عينيها وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ وبتفتح عينيها وبتعمل نفسها بتمشي وهي نايمه. او بتقول انا بعمل ايه هنا؟ وبتمثل بتقول انا شكلي بمشي وانا نايمه. والولد بيبقى مغفل جدا وبيصدق وبيتعاطف معاها. وفي تاني يوم حبيبها بيبعت رساله للبنت وبيقول لها انا تحت. والبنت عشان ما تخلوش يعرف اثار رجليها بتلبس الشبشب عشان ما يعلمش. وبعد ما البنت بتمشي جوزها بيقوم وبيبص على الارض وما بيلاقيش اثار رجليها. وبيعرف ان هي عرفت ان هو شاكك فيها. وبيروح على الجراج وبيدوروا عليهم ومش بيلاقيهم. وبعد ما الولد بيمشي هما الاثنين بيكونوا مستخبيين في العربيه. بس البنت بتنسى ان رجليها فيها لون وبيدوس على ازاز العربيه. وفي اليوم التالت البنت بتقول لجوزها انا عايزه فلوس عشان اغير جو. وبتكون عايزه فلوس عشان تخرج مع